هي جايزه صنعت اساطير ودمرت قلوب، ممكن ترفع لاعب فوق السما، ممكن تخلي اسطوره مسيرته ناقصه شويه. تعالى نحكي حكايه البالون دور من اول يوم لحد النهارده. الجايزه دي بتقدمها صحيفه الفرانس فوتبول، وبدايتها كانت سنه 1956، وهدفها انها تكرم افضل لاعب في اوروبا كل سنه. اول لاعب كسبها هو الانجليزي ستانلي ماسيوس، مقتصر على اللعيبه الاوروبيين بس. وبعد سنه 1995 بقت مفتوحه لاي لعيب في العالم. الجايزه دي بقت رمز للاساطير وبقت حلم لاي طفل، وعندنا اساطير صعب الوصول لارقامهم. الجايزه دي كالعاده وافضل لاعب في التاريخ هو المتصدر القائمه دي ليونيل اندريس ميسي ب8 مرات، بعديها على طول كريستيانو رونالدو ب5 مرات، وعندنا اساطير ثانيه اللي كسبها 3 مرات ومرتين ومره واحده. والاساطير اللي كسبتها 3 مرات هم كرويف، فان باستن، وبلاتيني. واول افريقي كسب الجائزه دي كان جورج وايا، وكلنا بنتمنى ان يبقى الثاني افريقي يرفع الجائزه دي هو محمد صلاح. وده ما يمنعش ان في سنين كتيره الجائزه كان عليها لغط، والجمهور كانت شايفه ان في لاعب كسبها وفي غيره احق. زي مثلا 2010 جمهور مدريد كان شايف ان اللي ياخد الجائزه دي شنايدر، مع ان شنايدر ما كانش افضل لاعب في الانتر، وبعد لما لقوا ان الموضوع ده مش نافع قالوا يبقى اللي ياخدها انيستا، ان ميسي كان عامل موسم للتاريخ. وفي سنه 2013 كان في ناس كتيره بتقول ان اللي يستحق يكسب الجائزه دي ريبري مش كريستيانو رونالدو، مع ان انا مش شايف الموضوع ده مش صح، لان كريستيانو كان عامل ارقام كبيره. ريبري قدم موسم كبير بس ارقامه كانت ضعيفه. لو فعلا كان في واحد يستحق يكسبها الموسم ده غير كريستيانو فهو ميسي. وسنه 2020 الجائزه اتلغت بسبب كورونا، ودي اللي كان المفروض يكسبها روبرت ليفاندوفسكي. كان عامل موسم للتاريخ، كسب كل حاجه، 6 بطولات، هو الهداف، راجل كان عامل موسم تاريخي، بس ما كسبهاش بسبب ان الجائزه اتلغت. كيف السنه اللي بعديها لما ميسي كسب الجائزه بعد ما حقق كوبا امريكا، نفس الجمهور اللي احنا عارفينه قال كان المفروض اللي يكسبها روبرت ليفاندوفسكي، مع ان دي سنه ودي سنه ثانيه خالص. وهنا كان المفروض يحصل ان فرانس فوتبول تقدم جائزتين في الحفله دي، جائزه سنه 2020 وجائزه سنه 2021، لان ميسي كان الحق بالجائزه دي بعد الموسم اللي عمله خصوصا كوبا امريكا. في 2022 لما ميسي كسب كاس العالم في قطر وعمل المستحيل، جه الجماهير قالت كان المفروض اللي يكسب الجائزه دي ايرلينج هالاند مش ميسي، يعني ده كاس العالم. في لعيبه زي كارنافارو خدت بس البالون دور عشان كسبت كاس العالم. متخيل كارنافارو خد البالون دور عشان كسب كاس العالم وميسي ياخد كاس العالم؟ في ناس كانت بتقول المفروض مش هو اللي يكسبها، لعيب تاني. وفي 2024 من اكتر البالون دور الجدليه في التاريخ، كوره راحت لرودري نجم مانشستر سيتي. الموسم ده كان كله متوقع لفينيسيوس جونيور، وهو خسرها بسبب حاجات بره الملعب مش جوه الملعب. اولها اخلاقه وتصرفاته الطفوليه. الجائزه دي بتعتمد لو انت ما تعرفش على تصويت الصحفيين. رودري الجماهير فضلته عشان محترم اكتر من فينيسيوس، بس السنه دي كان فينيسيوس هو الاحق. واللي بيحصل بعد فوز اللاعب بالجائزه دي يعني بيكون ليها طابع ايجابي يا سلبي. يعني في بيخسرها بيرجع يلعب افضل عشان يرجع يكسبها زي كريستيانو رونالدو بعد ما خسرها 4 سنين ورا بعض ورجع يكسبها، وفي بيخسرها ويقول انا هعمل 10 مرات اللي عملته ويحصل فيه زي ما حصل مع فينيسيوس جونيور. نروح بقى لاهم الاساطير اللي ما كسبوش البالون دور. في لعيبه ما كسبوهاش بسبب القانون اللي قلنا عليه اللي هو كانت بتروح للعيبه الاوروبيين بس، ودول زي بيليه ومارادونا، دول ابرز 2 ما خدوش الكره الذهبيه. ولاعيبه اساطير اوروبيه كانت جامده جدا وما كسبوش الجائزه دي. انيستا احسن لاعب في تاريخ اسبانيا، او تشافي احسن لاعب بردك في تاريخ اسبانيا. لعيبه زي باولو مالديني، هنري، بوفون، مانويل نوير، كل اللعيبه دي الاساطير دي ما كسبوش الكره الذهبيه. وفي غيرهم زي ابراهيموفيتش وغيرهم كتير، من اول ستانلي ماسيوس سنه 1956 لحد عثمان ديمبلي سنه 2025. البالون دور فضلت جايزه مثيره للجدل. عايز اعرف رايك، انت شايف فعلا انهي سنه البالون دور اتسرقت من بطلها الحقيقي؟ استنى رايك في الكومنتات. شكرا للمشاهده، لايك، سبسكرايب عشان نستمر في المحتوى. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.